اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. نعمل النهارده روتين كده في الأوضة بتاعة النوم. طبعا احنا اتفقنا كل مرة كده نمسك أوضة نعمل فيها تنظيف عميق كده، عشان خاطر الوقت بتاعنا دلوقتي بقى في الدراسة ضيق جدا، وعشان خاطر كمان صحتنا، وعشان خاطر نشوف اللي ورانا ايه. حاجات كتيرة قوي عشان خاطر. طبعا اول حاجه بنصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتفتكروني كده بدعوه حلوه بربنا ييسر لي الامر يا رب ويفك الكرب. اللهم امين ولكم بالمثل يا رب ان شاء الله. وطبعا برحب بكل الناس الحلوه الجميله اللي جت معايا في القناه. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وكترتوا عيلتي. طبعا حبايب قلبي متابعيني من زمان دول، احنا بقينا عشره وبقينا اخوات. طبعا انتوا منورين القناه، وانتوا صحاب بيت. طبعا مش هقول لكم بقى اي حاجه، انتوا اهلا وسهلا بيكم على راسي كلكم والله. واي حد اختي تنضم معانا جديده في القناه على راسي والله، ونورتيني وشرفتيني وكترت عيلتي. ان شاء الله القناه تكبر بيكم اكتر واكتر. ولو انت اول مره بقى تشوفي القناه، انا نهى، ودي قناتي نونا لايف ستايل. بنعمل فيها روتينات وفلوجات وكمان وصفات وكل حاجه. هتلاقيها، خدي لك لفه كده في القناه ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك القناه ما تنسيش يا حبيبه قلبي تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل الفيديوهات والروتينات بتاعتنا توصل لك. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك وتدعموني بلايك، عشان اللايك ده مهم جدا للفيديو، وهو ده ايه يعني الدعم بتاعكم ليا. ونبدا الفيديو كده على بركه الله ونشوف عملنا ايه النهارده. بقى ايه، مسكت الاوضه كده قلت ايه اعملها تنظيف عميق من فوق لتحت. زي ما انتوا كنتوا شايفينها كده، كانت الدنيا لسه صاحيين من النوم بقى والدنيا مكركبه شويه، فقلت لا لازم امسكها اعمل لها تنظيف عميق. مسكت طبعا الشبابيك نفضتها زي ما انتوا شايفين كده، ورحت مسحه المروحه، وهغير الملايات وهشيل السجاده. كله هيتعمل. ادام اوضه واحده الواحد بيركز فيها بيعملها كده ايه، زي ما بنقول ايه، بنعملها بضمير. فبشيل فيها كل حاجه وكل ركن فيها بيتعمل كده احسن. وهتضمني ان انت تنضفي اكتر وكل حاجه تتعمل احسن ما تقلبي الشقه كلها مره واحده وتلاقي في نفسك كده ايه، في حاجات غصب عنك سقطتيها، عشان طبعا عايزه تلمي الدنيا وخلاص انت كمان ايه بتكوني تعبتي. لكن لما تمسكي اوضه كده كل يوم تعملي حاجه فيها، والله العظيم الدنيا كلها بتبقى زي الفل، وهتلاقي نفسك على طول شقتك نظيفه وزي الفل. وحاولوا كده يوم نبقى مثلا هنعمل تنظيف عميق او حاجه، يبقى في عندك اكل متوفر في البيت، مش هتقفي برضو ايه تطبخي وتعملي. فانا بختار اليوم اللي بيبقى عندي فيه اكل او هعمل حاجه بسيطه، مش هفضل واقفه كتير في المطبخ، واروح ماسكه بقى إيه اوضه كده اعملها تنظيف عميق من فوق لتحت وبص اشقلبها كده. عشان خاطر بتبقى ايه مركزه فيها اكتر، وكمان ايه يعني مجهودي كله بيبقى ايه في اوضه واحده. طبعا بقيه الشقه بتبقى انت ايه مستفه بقى بقيه الحاجه كده، مش قلبه الدنيا يعني كلها، بتبقى مركزه ايه في اوضه واحده. دي بيبقى احسن، عشان خاطر ايه هتلاقي نفسك بتعملي فيها كل حاجه بضمير، ما سبتيش فيها ايه فتفوته زي ما قلت لكم كده قبل كده. انا بقى هنا ايه مسكت اللي هي الفوط اللي انا ما بستغناش عنها طبعا، دي اوكي بلمع بيها الخشب زي ما انتم شايفين. بصوا التراب، التراب هنا فظيع يعني، مش عارفه ايه كميه التراب دي، ولا كمان الخشب غامق. فبحس ان دايما الدنيا مطربه، مش عارفه بقى هل عشان خاطر السبب ان العفش غامق زي ما انتم شايفين كده، الواحد على طول اصلا بيعمل فيه، بس ما اعرفش ايه الدنيا مطربه ليه على طول كده. فلازم طبعا الفوطه دي انا ما بستغناش عنها يعني. بصوا هي دي بتوفر عليا حاجات كتيره قوي، وبتسهل عليا كمان كتير. بس كده بعد بقى ما نفضت الحيطان وكله ولمعت الخشب كده، اشيل بقى الملايات دي عشان خاطر ايه، خلاص كفايه عليها كده، خاطر نغيرها. ننفض بقى السراير كده بتاعتنا تنفيضه حلوه، ونهوي الدنيا كده، وندخل الشمس ونجدد الهواء في الاوضه. بالذات غرف النوم دي لازم على طول نجدد فيها الهواء ونجدد فيها الشمس، يعني نغير الطاقه اللي فيها، نغير الطاقه السلبيه اللي فيها. وكده الواحد يعني ايه يفتح من بدري كده الشبابيك، يدخل الشمس ويدخل الهواء النقي بتاع ربنا. بتفرق قوي والله فعلا في النفسيه، وبتفرق كمان في اليوم بتاعك. بتحس كده ان البيت كده ايه متجدد، وكل اي حاجه فيه طاقه سلبيه، اي حاجه وحشه في البيت بتلاقيها كده يا سبحان الله خرجت مع الجو مع الهواء.
يعني سبحان الله فعلا لما تدخلي كده الشمس كده والهواء في بيتك وتجددي فيه الطاقة اللي فيه بتتغير، يعني غير ان انت تكوني مقفلة على طول والدنيا كده مكتومة، تحسي الجو كده ابتدى يبقى كئيب. لكن فعلا لما تفتحي كده كل يوم الشبابيك وتهوي البيت وتجددي فيه الطاقة، بتحسي كده بعديها براحة نفسية. حتى لو عملتي اي حاجة بسيطة كده، غيرتي ملاية، مسحتي ترابيزة، لمعتي كده من فوق الوش، والله فعلا بتحسي ان في تغيير في المكان يعني. هنا برضو بقيت السرير ده كنت بعمله بمسحه كده برضو ولمعته. عايزه اقول لكم الخشب الغامق ده انا ما انصحش حد بيه يعمله بصراحه. البني الغامق دوت انا ما بحبوش، انا مش عارفه ماما كان غيتها ايه فيه، عامله كل العفش غامق غامق غامق. بس هي تقريبا هي نظريه الناس القديمه كده، بيحبوا الغوامق. ف يعني بصراحه بيتبهدل بسرعه، اي حاجه فيه بتبان يعني. انا عن نفسي انا ما احبوش، بس هنعمل ايه؟ مش هنقدر نغير حاجه في الواقع اللي احنا عايشين فيه. بس هنا بقى خلاص لمعته كله، نجيب بقى الملايات نغيرها كده، نفرش ملايات السرير الجديده. لازم انا بغير الملايات يعني ممكن في كل اسبوع مرتين او ثلاثه، يعني كل يومين. ما بحبش الملايه تقعد كتير على السرير، بحس لا خلاص يعني لازم يعني انا بغيرها، بس انا كل يوم لازم اشيلها، انفض السراير كده واظبطها، عشان طبعا هو المفروض ان هو حديث يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام، بس انا مش فاكراه ان لازم كل يوم الفراش ده يتنفض. يعني سبحان الله يعني فيه بيبقى عليه خلايا وحاجات كده ما بتطلعش غير، بتنزل من جسم الانسان، ما بتطلعش غير بالتنفيض ده بتاع المرتبه. انا مش فاكره الحديث عشان بس خاطر ما اقولش حاجه يعني ما بقاش متاكده منها، بس ده فيما معناه يعني. بس كده خلاص السراير خلاص وغيرت الملايات. هنشيل بقى السجاده ونمسح كده الارض. بس الاول هناخد الملايات دي بقى نستغل الوقت كده على بال ما نخلص الاوضه، كنا احنا حطيناهم في الغساله وعملنا عليهم دوره غسيل. لازم كده الواحد ينظم وقته عشان خاطر ما يلاقيش نفسه بعد ما بيخلص حاجه يلاقي الدنيا متكركبه وراه. لا، اول باول كده كل حاجه تتحط في مكانها. مش هتلاقي حاجه اول ما تخلصي الاوضه خلاص هتلاقي الدنيا كلها رايقه حواليكي. فاخدتهم كده قلت احطهم بقى في الغساله، اعمل لهم دوره غسيل على بال ما انا اخلص بقيه الاوضه، يكونوا هم خلاص على وشك ان هم يخلصوا ونحطهم يتنشروا، يبقى كله كده خلص مع بعض. عملت دوره الغسيل اهي وحطيتهم بقى يكملوا غسيلهم. الغساله ما اعرفش كانت الميه ضعيفه وبتسحب شويه شويه، حطيتهم بس المهم اتغسلوا في الاخر. جيت بقى رجعت تاني للاوضه اهو زي ما قلت لكم. لازم الواحد يستغل الوقت، مش هفضل ركناهم يعني وبعد كده هروح رايحه تاني الدنيا تبقى مكركبه. متبقاش الدنيا مكركبه، حاولنا نعمل حاجه كده يعني ننظم الوقت نستغل الوقت. بس رجعت تاني للاوضه كده بقى اشيل المشايه دي ونفضها كده كويس، وهطلعها برضو تاني انفضها، بس انا بنزل التراب منها كده. انا كنت عايزه اغسلها بصراحه في اليوم ده، بس بعد كده يعني ما عرفتش، مش عارفه ايه اللي حصل يعني، اتشغلت في حاجه كده قلت لا خلاص خليها يوم تاني هبقى اشيلها اغسلها. بس بعد كده مسحت طبعا الاوضه زي ما انتم شايفين الدنيا بقت زي الفل اهو. ما عرفتش اجيب لكم برضو وانا بمسح، عشان انا في التنظيف العميق ده قلت لكم ان انا بستخدم الطريقه التقليديه بتاعتنا. بجيب كده بمسح وبوطي وبجيب من تحت الحاجه عشان الحاجه تنضف. الشرشوبه دي بصراحه انا ما بقتنعش بيها غير على الوش كده، او اكون منضفه اصلا قبليها واروح مسحه بيها كده من على الوش. بس الاوضه بقى بتاعتنا خلاص بقت زي الفل، ما خدتش مننا وقت خالص وعملنا فيها كل حاجه. بصوا كده الدنيا بقت زي الفل ونضيفه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش بقى لايك وشير.